تقريبا 48% من الويب سايتس اللي موجوده النهارده مبنيه على ووردبريس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عمار ياسر، بشتغل سوفت وير انجينير بقالي اكتر من 10 سنين، وجاي اتكلم النهارده عن رحلتي من الووردبريس لسترابي ثم البيلود. ايه هو ووردبريس؟ ووردبريس هو اشهر نظام اداره محتوى في الويب بقاله اكتر من 10 سنين. تقريبا 48% من الويب سايتس اللي موجوده النهارده مبنيه على ووردبريس. طب ليه الناس كلها كانت بتلجأ لووردبريس؟ طبعا اول حاجه لسهولته، مليان ثيمز، مليان بلجنز، الكوميونتي كبير فبالتالي مليان الافات بل ملايين الثيمز والبلجنز. فكل حاجه انا محتاجها عشان ابني ويب سايت، خلينا نقول ويب سايت متواضع، ببني ويب سايت للشركه بتاعتي، ببني اي كوميرس بسيط، ببني ويب سايت للخدمه اللي انا بقدمها. الموضوع كان سهل ومتاح جدا. في الغالب مش هتحتاج ديفلوبر لو انت هتلجأ للحاجات الموجوده والحلول الموجوده. ممكن في اقل من يوم تعمل الويب سايت بتاعك شغال كامل ويقدر ان هو يستقبل عملاء ويوزرز. طب ايه عيوب الووردبريس؟ عيوب الووردبريس ان انا اي حاجه بضطر اعمل لها كاستمايز فانا بلجأ للبلجنز. البلجنز بتقل الويب سايت، دي اول مشكله. طبعا الووردبريس مش امن 100%، وعشان انا اقدر ان انا امن الويب سايت بتاعي واضيف عليه سكيورتي كبير فطبعا ده مجهود وايفورت، وفي الغالب هتحتاج تدخل من ووردبريس ديفلوبر. طيب مع تطور الويب ومع تطور الفريم وركس بقينا عايزين نستغل الووردبريس كسي ام اس بان انا ابني بيه كونتنت مانجمنت سيستم سريع، وفي نفس الوقت استخدم الفرونت اند بتاعي. الووردبريس محدود، مش قادر ان انا اعمل له كاستمايز مع اي ويب اب، مش قادر ان انا اكستمايز اي بي ايز تطلع منه بحيث ان انا تكوميونيكيت مع بروجكت تاني. فدي كلها كانت مشاكل مع الووردبريس، وهنا بدانا نفكر في حاجه اسمها الهيدلس سي ام اس. الهيدلس سي ام اس كان نقله نوعيه وقتها، وهو ببساطه عباره عن باك اند جاهز بيطلع لك اي بي ايز. باك اند مع داشبورد اوت اوف ذا بوكس تبني فيها الداتابيس بتاعتك او الكولكشن بتاعك، تقول له انا عندي حاجه اسمها يوزرز، اليوزرز دي جواها يوزر نيم، جواها ايميل، جواها باسورد، جواها بروفايل بيكتشر. عندي حاجه اسمها برودكتس، البرودكتس دي عباره عن البرودكت نيم والبرودكت فوتو والبرايس مثلا. وعندي حاجه تانية اسمها اوردرز، بتقول لي ايه ان فلان اليوزر عمل اوردر للبرودكت الفلاني. حاجه زي ديت عشان اعملها على الورد بريس وابدا بقى اعمل ريليشنز، الويب سايت هيكبر اترجع للبلجنز. طيب الميزه بقى ان انا عايز اكستمايز ده عشان خاطر عايز اعرضه في موبايل اب وعايز استخدم الورد بريس كباك اند. ده اول حاجه الناس فكرت فيها، فقلنا لا نلجا لحاجه زي ايه، زي الهيدلس سي ام اس. في الهيدلس سي ام اس انا مجرد ما اخش اقول له ان انا عايز ابني تيبل واثنين وثلاثه وده وده بينهم ريليشنز، اوتوماتيك الاي بي ايز تهندلت، اقدر ان انا استخدمها في رياكت، في نكست، في موبايل ابلكيشن، في اي حاجه بتكوميونيكيت عن طريق ال HTTP ريكويستس. فده سهل علينا دلوقتي ان انا اقدر ان انا عايز ابني بروجكت بسيط بيزد على شويه داتا، مش محتاج ان انا ابني لها باك اند فروم سكراتش واكوميونيكيت مع داتابيز واهوست على سيرفر كبير وكل الكلام ده. انا عندي كونتنت مانجمنت سيستم بيهندل حاجات بسيطه ليها علاقه مثلا بحجوزات او حاجه زي كده. فلجأنا لسترابي. سترابي طبعا كان نقله كبيره. سترابي اقدر ان انا على اساسه ب يو اي بس من غير حتى تدخل كود ان انا ابني سكيماز بتاعتي كامله. اقول له انا عندي تيبل واثنين وثلاثه، عندي انتيتي اسمها يوزر، عندي انتيتي اسمها برودكتس، عندي انتيتي اسمها اوردرز، عندي انتيتي اسمها ترانزاكشنز. ومجرد ما بلد كل الكلام ده وبلد ريليشنز اوتوماتيك، عندي الاي بي ايز، يوزر اوثنتيكيشن هاندلد اوتوماتيكلي، الرولز والبرميشنز برضو هاندلد اوتوماتيكلي. اقدر انتجريت مع اي سيرفيس زي جوجل، زي تويتر، زي حاجه نستخدم مثلا الاوثنتيكيشن عن طريقها. بالنسبه لي سترابي كان رخم شويه مع المايجريشنز، مع الريليشنز المعقده. عايز اكتب كاستم اي بي اي هضطر ان انا اكتبها بالكود او الفريم ورك اللي مبني عليه سترابي، وهو حاجه اسمها كوا دوت جي اس. هو حاجه اخف من اكسبريس شويه لاي حد اشتغل باك اند في النود جي اس، ولكن هو مش بوبيلر قوي، فالفاميلياريتي بتاعته مش كبيره، مش كل الناس عارفاه او معتاده عليه او بتكتبه. عاده اغلب الباك اند انجينيرز اللي شغالين في كنود جي اس شغالين بحاجه زي اكسبريس. فدي كانت اول مشكله معايا، ان انا عشان اكستم اند بوينت واتعامل مع ريليشنز جواها كان معقد. هنا بقى ظهر بيلود، وبيلود بالنسبه لي هو نقله كبيره في السي ام اسز. ليه بقى؟ بيلود مبني على نيكست جي اس. نيكست جي اس هو الفريم فرونت اند الفريم ورك اللي بيزد على رياكت ديفلوبد باي فيرسال، اللي بيقول لك انت ممكن تكتب فرونت اند وباك اند في نفس البروجكت. ونيكست جي اس اعادت تقديم فكره الفول ستاك فريم وركس لينا تاني بعد سنين كنا بنكتب فيها نيتف بي اتش بي انتجريتد او هايبرد مع اتش تي ام ال فايل، وده اللي كان مبني عليه ووردبريس. فجاه قالوا لنا لا تعالوا يلا عندنا حاجه اسمها نيكست جي اس تخليك تبني فرونت اند قوي بيرفورمانت اس اي او
اوبتمايزد. كل الكلام ده ليه؟ عن طريق ان انا ببعت لك ال HTML من السيرفر، مش هتعمل لها كومبايل عندك في البراوزر. وبقدر ان انا كنترول اتحكم في ايه يبقى سيرفر سايد وايه كلاينت سايد. ده ادى القوه لبيلود تيم ان هم يبنوا حاجه اسمها بيلود سي ام اس. البيلود سي ام اس بتاعهم هو عباره عن نيكست جي اس اب عادي خالص، ولكن built in او يعني predefined preset فيه داشبورد وconfigurations تخليك تبني الكولكشنز بتاعتك. الميزه فيه ان هو اوبتمايزد مع الجد جدا، ان هو كود بيزد مش فولي جي يو اي، فبقدر ان انا كنترول اكتر. انا 90% من اللي هيستخدموا السي ام اس هم ديفلوبرز، فانت كديفلوبر اديني الحريه ان انا اتعامل شويه وان انا يبقى عندي شويه مرونه في التعامل مع الكود. انا مش عايز حاجه بيورلي جي يو اي، وده اللي بيلود بيعمله. بيلود بيديني القدره ان انا اكستمايز، اعمل هوكس، اعمل اوثنتيكيشن، اعمل كاستم اند بوينتس من غير ما احتاج اتعلم حاجه تانية زياده، لان هو اصلا بيزد على نيكست جي اس. فانا عشان اعمل كاستم اي بي اي فانا بستخدم الراوتس بتاعت نيكست جي اس. فدي حلاوه بيلود. انت طبعا انتجريتد مع اغلب الداتابيسز، مش حكر على داتابيس معينه. ليه؟ بقول لك انستول الدرايفرز اللي انت محتاجها الداتابيس الفلانيه واستخدمها، بوست جريس، ماي سيكوال، مونجو دي بي، سيكولايت وما الى ذلك. دي اول حاجه. تاني حاجه عندهم حاجه اسمها لوكال اي بي اي، وهنا احنا بنميك ذا موست يوز اوف نيكست جي اس. ليه؟ انا دلوقتي عندي اب واحد، فليه اكوميونيكيت ما بين تو سيكشنز في الاب او تو بارتس في الاب عن طريق اي بي اي؟ فبيلود بيقول لك تعالى، انت عايز تاخد او تجت او تفتش اليوزرز كلهم، انت مش محتاج تبعت لي اتش تي بي ريكوست عن طريق اي بي اي. تعالى اوتوماتيك كول فانكشن، الفانكشن ديت هتكويري على الداتابيز وترجع لك اليوزرز على طول انترنالي جوه البروسيس دي، بتتم انترنالي من غير اتش تي بي ريكوست. طبعا ده بيضمن لي ريسبونس اسرع على الداتا، بيضمن لي كنترول اكتر الداتا، لان هو بيقول لك تعالى اتعامل معايا كاو ار ام، تعالى اتعامل معايا وانده على الداتا براحتك. ودي كانت كبسولة سريعه من تك كابسولز. لو حابين احنا نقدم كونتنت زي ده اكتر، يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب، تعملوا لايك، تقولوا لنا كومنتس. ولو حابين ان احنا نتكلم عن بيلود بشكل مفصل اكتر، عرفونا في الكومنتس ونعمل توتوريال كامل نتكلم فيه عن بيلود سي ام اس، ازاي نعمله انيشالايز، ازاي نستخدمه مع فرونت اند، مع موبايل اب، ازاي نخرج الاي بي ايز منه، ازاي ننتجريت معاه سواجر بحيث ان انا يبقى عندي اي بي اي دوكيومنتيشن كامل. شكرا.